عارف انت الوقت اللي قبل صلاة الفجر على طول، اللي الشيطان بيقعد يوسوس لك فيه، يقول لك بقول لك ايه يا عم نام، يا عم ما البني ادمين كلها نايمة، يا باشا ايه اللي هيقومك تصلي، يا عم نام زي بقية الناس اللي نايمة. ويقعد يكون هو قوي في الوقت دوت لحد ما انت تقوم قايم وقايل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا يا رب ما عنديش قوة الا لو انت عينتني، مش هقدر اقوم، مش هقدر اقوم من النوم الا لو انت عينتني يا رب. في الوقت ده الشيطان بيضعف شوية. بعديها لما بتقوم وتتوضى فعلا الشيطان بيضعف خالص. بعديها لما بتقرر ان انت تصلي او تروح المسجد الشيطان بيبقى في اضعف حالاته. طيب انت الله اكبر الله العظيم. لما بتروح بقى تصلي سبحان الله محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على أشهد أن لا إله الفلاح إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعتها بقى يا صاحبي أذان الحق ده لما بيأذن وبتقوم تصلي بعد الصلاة بتحس إن أنت عامل إنجاز محدش عامله، إن أنت فعلا حققت حاجة جامدة خالص. ده أنت يا جدع بقيت في ذمة الله، يعني محدش يقدر يأذيك، يعني محدش يقدر يجي عليك، يعني محدش في الدنيا يقدر يضرك ولا يمسك بشر. اغلب شيطانك يا صاحبي وقوم صلي الفجر. السلام عليكم، يومكم سعيد.